ازيكم عاملين ايه؟ تعالى اقولك ازاي توفر 10,000 جنيه او اكتر في حجز الفندق في 8 خطوات بس. انا عملتهم ووفرت من تمن الغرفة $250. ومش بس كده، ده انا كمان خدت عليهم باكج توصيل من والى المطار، وكمان رحلة مجانية. اهم حاجة في الطريقة دي ان انت تكون بتخطط للسفرية بتاعتك من شهرين ل3 شهور على الاقل، وتكون صبور، ولازم تعمل فولو اب كتير. ركز بقى واكتب ورايا بالظبط كل خطوة، علشان كل خطوة بتفرق. أول خطوة، أنت هتنزل ابلكيشن بوكينج أو أجودة على الموبايل، وحط 100 خط تحت الابلكيشن مش الويب سايت بتاعهم، علشان الابلكيشن بيفرق وبيديك خصومات، وكل ما عدد حجوزاتك معاهم بتزيد كل ما بيديك خصومات أكتر. معلومة بقى ليك ومعلومة للناس اللي ما تعرفش، أجودة وبوكينج هما شركتين تبع بعض أصلا. تاني حاجة، لازم تبقى محدد بالظبط المكان اللي انت رايحه واللي هنسيرش على الفنادق اللي فيه. مثلا انا هختار جزيرة مفوشي اللي في المالديفز. رقم 3، هعمل سيرش على جوجل عن افضل الفنادق اللي في المكان ده، يعني مثلا هكتب افضل الفنادق اللي في جزيرة مفوشي. 4، هختار مثلا 10 فنادق كويسين واكتبهم عندي في اي نوت، وكمان هكتب عندي التوب 4 هوتels في المكان ده، لعل وعسى ربك يكرم بأوفر كويس بواحد فيهم. 5، هتحدد ميعاد السفر بتاعك بالظبط، اللي هو المفروض كمان شهرين أو 3. 6، ابدأ اعمل سيرش في الابليكيشن بتاع أجودة وبوكينج، وشوف افريج الأسعار بتاعت الفنادق دي، واختار فندقين أو 3 قريبين للباكج اللي انت عاملها، وما تتصدمش لو لقيت الفندق اللي كان عاجبك بعيد عن البادجت، قال يمكن ربك يرزق. ركز بقى معايا قوي في اللي جاي. 7، انت هتحجز في فندق أو 2 أو 3 اللي حسيت ان عليهم اوفر كويس، بس اهم حاجة وانت بتحجز هتحجز الغرفة اللي فيها فري كانسليشن وباي ليتر، وما تدفعش اي فلوس يا كبير. وخلي بالك علشان في الفري كانسليشن هو بيديك لحد وقت معين، يعني لو هتكنسل الغرفة دي اوعى تنسى تكنسلها قبل ميعادها. تامن حاجة واهم حاجة، انت هتفتح الابليكيشن ده كل يوم وتتابع الفنادق اللي انت محددها، وهيبدأ بقى ساعتها يظهر معاك حاجة اسمها ديسكاونت وسبيشال اوفر وديل اوف ذا داي. واول ما تلاقي اوفر احسن على فندق من اللي انت محددهم ويكون فيه فري كانسليشن وباي ليتر، ادخل احجزه على طول والغي كل اللي فات. بس كده خلاص؟ لا، انت هتفضل تعمل كده كل يوم، تحجز وتدور على اوفر احسن وتكنسل اللي قبليه لحد لما تجيب اخرهم، زي امهاتنا بالظبط لما بينزلوا الفصل في اي حاجة ويجيبوها بربع تمنها. حاجة مهمة بس لازم تبقى عارفها، لازم تشوف الريتنج بتاع الفندق وتقارنه بعدد الريفيوز، يعني ما تتخدعش وتختار فندق واخد ريتنج 9 أو 8.5 وهم أصلا 2 أو 3 بس اللي عاملين له ريفيو.